بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا في قناة المايسترو. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على كورس جديد. الكورس ده عبارة عن برنامج الإكسل. طبعا هنشتغل برضو معاكم في قناة المايسترو. قناة المايسترو شغلتها اللي هي تطوير الذات وصناعة الفرص، دورات كمبيوتر، دورات مونتاج، دورات خاصة بتنمية المهارات الحياتية. النهاردة إن شاء الله هنشتغل على مجموعة كورسات ودورات تدريبية هتبقى إن شاء الله صدقة جارية على روح والدي الله يرحمه ويحسن إليه. ربنا يرحمه وينزله منزل الشهداء والصالحين يا رب العالمين. النهارده هنشتغل على برنامج الاكسل. برنامج الاكسل ده لو حضرتك عندك جداول، لو عندك حسابات، لو عندك فواتير، لو عندك عايز تجمع وتطرح وتضرب وتقسم وتعمل، هتشتغل على برنامج اسمه الاكسل. خلينا نبدا على طول ونروح على اللابتوب ونبدا نشتغل. تعالوا كده نشوف ازاي ان احنا نفتح برنامج الاكسل. في الاول لو احنا شغالين على نسخه ويندوز 10 هنشتغل على برنامج الاكسل من قائمه ستارت، وهاجي هنا اكتب EXC. هلاقيه ظهر معايا على طول اهو برنامج الاكسل. تمام اهو هيفتح معايا البرنامج، وزي ما احنا شايفين قدامنا اهو فتح معانا. تمام. احنا كنا اتكلمنا على جزء في الوورد، واتكلمنا على جزء في الباوربوينت، واتكلمنا على جزء في كام برنامج تاني. النهارده خلينا نبدأ مع واجهة البرنامج. اول حاجة اللي فوق دي اسمها تابس او تبويبات، ماشي، ودي اللي هي القوائم فايل، ماشي، وده هتلاقي منها ازاي تفتح ملف جديد زي كده. وفي نماذج طبعا طالما انت متصل بالانترنت هتقدر ان انت تستخدم نماذج جاهزة موجودة. لكن لو انت عايز تفتح ملف موجود عندك على الجهاز بتاعك بتدوس على اوبن، هتلاقي هنا كل الملفات اللي انت اشتغلت عليها. بعد كده لو انت شغال في ملف وقلت له سيف، بعد كده هتبدأ تقول له برنت او شير او اكسبورت او ببلش. خلينا نرجع تاني للواجهة الرئيسية، وهتلاقي عندك قائمة insert. وفي insert دي كنا في الوورد لها شكل، وهنا هتلاقي لها شكل تاني. هتلاقي هنا insert table وبيكتشر، وهتلاقي هنا الأشكال البيانية والرسوم البيانية. هتلاقي درو اللي هو دي خاصية الرسم، ودي جديدة في اوفيس 2019. هتلاقي هنا بيج لاي اوت، وده اللي بيخلي اتجاه الورقة بدل ما هي من الشمال بتبقى من على اليمين. يعني بدل ما ابدأ الصف بالانجليزي لا بيبدأ معايا بالعربي. تمام. هنا فورميولاز، ودي اللي بتميز الاكسل فورميولاز وداتا. فورميولا دي اللي هي مجموعة الدوال اللي انا بستخدمها في ان انا اجمع حاجات كتير او اطرح حاجات كتير، او اجيب الافريج او الماكس او المينيمم. كل الكلام ده هنعرفه في الدوال. خلينا نبدأ على طول مع برضو الداتا دي اللي هي صورة الداتا، ازاي نستخدمها، ازاي نعمل منها تقارير، ازاي نعمل زي الاكسس بالظبط. هنرجع تاني لقائمة هوم، وهقول له احنا هنا في الاكسل عندك كولم اللي هي الاعمدة. الاعمدة دي اللي هي البيانات اللي تحت بعضها، وهنا الروز اللي هي الصفوف. تمام. الكولم اللي هو العمود، وتقاطع مع الصف بيديني الخلية. الخلية دي هي دي الوحدة اللي انت بتشتغل عليها وبتضيف عليها البيانات بتاعتك. بعد كده لو انا عايز احدد اكتر من خلية بقف في الخلية الاولى، وبالزرار بتاع كنترول وادوس هنا مثلا في الخلية دي والخلية دي والخلية دي والخلية دي. وممكن من خلال التحديد ده اعمل لهم اكتر من عملية حسابية. طيب لو انا عايز اجمع صف عمود زي ده مع عمود بعيد عنه، هدوس برضو كنترول اهو، كنترول اهو، كنترول. طب عايز اجمع معاهم كمان كام صف اهو، بدوس برضو على الصف الاولاني وانا دايس كنترول ما بشيلش ايدي، وبعدين ادوس تاني وتالت ورابع. ممكن اشتغل عليهم زي كده مثلا. تمام. اظل الكلام اللي جوه الخليه او كده احط لون الخليه اميزه عن الالوان التانية. عايز ارجع تاني بقول له كنترول زد وكنترول زد، وبعمل ادوس كليك في اي مكان بيرجعني زي ما كنت. تمام. طيب احنا دلوقتي قلنا ادي العمود وادي الصف. تمام. وعرفنا ازاي ان انا ادوس في الخليه، وازاي انا احدد اكتر من خليه جنب بعض. طب لو انا عايز احدد العمود ده لغايه العمود ده كلهم مع بعض من غير ما اتعب نفسي، بدوس شيفت وادوس على هنا الاقي يبقى انا في العمود الاولاني دوست عليه، وجيت عند اخر عمود انا عايز احدده بدوس شيفت وادوس هنا الاقي ظلل لي المساحه كلها بالكامل. طيب انا عايز ادوس اظلل الصفوف دي من 1 ل 15 مثلا. مش هقعد السحب والإفلات هتبقى صعبة شوية، فبقول له أدوس على الصف رقم 1، وبعدين أروح عند الصف رقم 15 وأدوس شيفت وأعمل كليك شمال هيعمل معايا التحديد. طيب دلوقتي أنا عايز أشتغل على الإكسل بس أخلي اتجاه الشيت من اليمين مش من الشمال، لأن أنا هشتغل عربي مش إنجليزي. بقول له من قائمة بيج لاي أوت، بقول له رايت تو ليفت اللي هو الشيت يجي من اليمين للشمال، وابدا اشتغل. عشان اكتب في الخليه او اعمل اضافه للبيانات باجي في الاول خليه وادوس 2 كليك شمال، واجي هنا اقول له مسلسل، واتنقل من صف من عمود لعمود بالتاب مسلسل، وهنا الاسم. تمام. وهنا المرتب، ماشي، وهنا اقول له الحافز مثلا. تمام. وهنا بقول له مكافأة،
ماشي اهو. وبعدين اقول له عايز بقى اجمع المرتب والحافز والمكافأة مع بعض، بقول له الاجمالي، وبعدين اقول له ده انا عندي مستقطع اللي هو مثلا الضرايب مثلا، الضرايب، واقول له هنا الخصومات لو في خصومات على الموظف ده. ماشي. وبعدين اجي في الخانة اللي بعدها اقول له اجمالي المستحق، اجمالي المستحق. تمام. طبعا حضرتك في المرتب والحافز والمكافأة دول بتجمعهم مع بعض عشان تديله إجمالي المبلغ اللي المفروض إن هو بيبقى داخل الصافي بتاعه، فبنحطه في خانة الإجمالي ده. وأجي بعد كده أقول له ده عليه ضرايب وعليه خصومات وعليه إجمالي مستحق، فأبدأ إن أنا أشتغل على الجمع والطرح. بس في الإكسل بتقدر حضرتك تجمع وتطرح وتقسم وتضرب من خلال المعادلات أو من خلال الفورمولاز، مش من خلال اليدوي عشان ده برنامج متقدم. طيب احنا كده عرفنا ازاي ان احنا ندخل الداتا في الاول على على الاكسل. طيب في البداية كده ممكن نلاحظ واحنا شغالين هنلاقي ان الكلام اللي جوه السيل او الخلية دي داخل في خلية تانية او حتى مختفي مش باين. فعشان اخلي الخلية تبقى على قد الكلام بالظبط عندي حاجة من اتنين، يا اما اقف هنا لغاية لما المؤشر يتغير وبعدين اسحب كده لغاية لما الكلام يكبر، أو أدوس على المؤشر ده لما بتغير وأدوس عليه 2 كليك شمال كأني بفتح ملف، وده هيخلي الخلية تمتد أو تتفتح أو تضيق على حسب الكلام الموجود فيها. تمام. طيب هاجي هنا أقول له رقم 1، أقول له محمد عبادة، والتاب برضو أتنقل مرتب مثلا 2000، وأتنقل الحافز مثلا 20%، ده هتبقى نسبة، وهقول له المكافأة مثلا 30% أهو. ماشي. وهاجي هنا أقول له 30% وهنا 20%. ماشي. واجي هنا اقول له الاجمالي خلي ده شويه، وبعدين اقول له الضرايب 5%، اهي 5%. وبعدين اقول له الخصومات مثلا 300 جنيه، لان الخصم ده بيبقى بفلوس، وبرضه هسيب الاجمالي المستحق ده شويه. هاجي برضه ادخل بيانات هنا واقول له مثلا ده عباده. تعالى كده برضه هنا في الاسماء هخلي السيل توسع شوية عشان تاخد الأسماء. هاجي بقى هنا أقول له أنا عندي الأسماء دي كلها بتاخد نفس الحافز، فهاجي هنا على كلمة على المربع بتاع ال20%، وفي هنا لو تلاحظوا في الكورنر ده في علامة زائد صغيرة، لو دوست عليها و2 كليك شمال هيطبق لي ده على مين؟ على الخلايا كلها. هاجي هنا برضه 30% أهو. ماشي. طيب تعالى بقى في الإجمالي هنا أنا عايزه يجمع لي ده زائد ده زائد ده. عشان أعمل معادلة أو أعمل فورميولا أقدر من خلالها أجمع الفلوس دي كلها، عندي حاجة من اتنين، يا إما أقول له أول حاجة لازم أقول له يساوي، أي فورميولا بقول له يساوي، بقول له ده، وبعدين أضيف علامة زائد، وبعدين أجي أقف هنا، وبعدين علامة زائد، وبعدين هنا، وأقول له زائد، وأقول له انتر. أهو جمع لي المبلغ ده. بس هنا في غلطة، إحنا هنا جمعنا، المفروض إن أنا بقول له ده، يبقى في عندي أصلا غلطة من الأول. تعالوا كده نرجع، هقول له المفروض يبقى فيه هنا مكان أقول فيه ال20% دول مبلغهم كام وال30% دول مبلغهم كام، يبقى أعمل هنا انسيرت، أجي من هوم أقول له ضيف لي هنا خلية أهي، ضيف لي هنا عمود أهو. تمام. وأضيف لي هنا عمود أهو. بص معايا كده، هحذف ده أهو ديليت. إحنا كده بنتعلم مع بعض إزاي نضيف عمود وإزاي أحذف عمود. هنا هضيف عمود بعد ال30% هنا، وأقول له ضيف لي عمود في الحتة دي أهو. هاجي في المكان ده وأقول له والله صافي الحافز أهو، صافي الحافز، وأجي هنا أقول له صافي المكافأة. طبعا كل الحركات دي هتخلينا نتعلم خطوات أحسن من إيه، من البداية. يعني أجي أنا في صافي الحافز أدوس برضو 2 كليك شمال أهو. زي ما اتفقنا احنا كده خلاص ظبطنا شيت الإكسل وكتبنا البيانات اللي احنا عاوزينها. تمام. هنبدأ دلوقتي ناخد شوية معلومات بسيطة كده. دلوقتي أنا عندي الصف ده فيه ترقيم، عندي مثلا 1 ل50,000. تمام. أنا مش هاجي أرقم ال1 ل50,000 وأقعد أكتب رقم برقم، فأكتب هنا 1 وبعدين هنا 2، وبعدين أقوم جاي واقف هنا وآخد كده من هنا وأنزل لغاية تحت أهو. هيرقم لي تلقائي، أو أعمل حاجة كنترول زد وأدوس كده 2 كليك شمال أهو، هيرقم لي تلقائي. تمام كده. طيب هاجي هنا بالنسبة للجمع والطرح والضرب والقسمة والكلام من ده، أنا دلوقتي عايز أجمع المبلغ ده، في عندي حل من اتنين، يا إما أدوس كده أهو وأجي هنا أقول له
من هوم اهي، هلاقي هنا عندي صم اللي هو اوتو صم اهي، عندي 5 معادلات او 6 معادلات دول جاهزين، ادي صم اهو هيجمعهم لي، انتر هيديني الجمع بتاعهم تلقائي. ماشي. طيب انا عندي هنا الحافز واحد في كل الناس دي، يعني الناس دي كلها بتاخد حافز 20%، فهاجي برضو هنا ادوس على العلامة دي واسحب لتحت اهو. تمام. او اعمل كنترول زد عشان نعمل الحركه التانية اهو، من هنا برضو لما المؤشر اتغير وادوس هنا 2 كليك شمال هيعمل لي الحافز للكل بنفس الشكل، برضو هنا الخصومات نفس القصه اهو. تمام كده. طب انا عايز بقى اقول له والله انا عايز احسب الحافز ده، المفروض يبقى فيه هنا احط صف بعد الحافز ده، اقول له انا عندي الحافز هجمع بيه المرتب والحافز مع بعض في خانه واحده، وبعدين اخصم منهم الجزء بتاع مين الخصومات. فهاجي هنا اقول له معلش بعد اذنك انا نسيت احط خانه، اقول له انسيرت واحط لي عمود قبل العمود ده اللي هو ده، هقول له هنا الاجمالي اللي هو اجمالي المرتب زائد الحافز اجمالي اهو. واجي هنا برضو اقول له معلش انا نسيت احط هنا عمود برضو، هاجي هنا اقول له انسيرت كولوم. ماشي. واقول له هنا اقول له بقى هنا الصافي اللي انا هطرح اجمالي الخصم ده من اجمالي المستحق. فاجي هنا اقول له لو انا جيت هنا بعيد معلش نجرب حاجه كده، اقول له 3 زائد 3 وادوس انتر هيسيبها زي ما هي. تمام كده. طب تعالى كده نجرب نحط في الاول يساوي، الاقي عندي ظهر هنا 3 حاجات. تعالى كده نقف بعيد عشان نشوف الفرق. همسح دي خالص اهو. ماشي. واجي هنا هلاقي دي مش متأكتفة. لو قلت له برضو هنا بيانات برضو مش متأكتفة، بقت مجرد ان هي عملية ايه جمع 3 زائد 3. طب انا عايز اقول له طب هنا تعالى نشوف، ادي علامة يساوي، الاقي ظهر عندي حاجتين اهم ظهروا جداد. الحاجتين دول بقول له معلش هنا كنسل، يعني انا غلطان، انا مش عايز اعمل المعادلة، لو عملت كده هتتحذف. اقول له هنا يساوي اهو، ظهر عندي كلمة يساوي في الفورميولا بار اللي هو فيه المعادلات هتتعمل. يساوي دي لو انا قلت له انا عايز ده وبعدين قلت له زائد ده اهو ودوست انتر، هلاقي طلع لي المجموع هنا. شايفين حضراتكم معايا اهو، لما بقول له انا عايز ده زائد ده هيطلع المجموع في الحته اللي انا اخترت مين احط الاجمالي فيه. تعالى كده نرجع كنترول زد. ماشي. هقول له والله انا عايز اجمالي المرتب هيساوي مضروب ده زائد ده، بس انا عايز اعرف الاول ال 20% دول من ال 4000 دي يساوي كام، فبقول له يساوي اهي ده مضروب اللي هي شيفت ونجمه في ده انتر. قال لي دول 800 جنيه، يعني المفروض ده هيبقى المرتب بتاعه 4800 جنيه. طب انا عايز اكمل الكلام ده للناس كلها من غير ما اقعد اعمل مره بمره، فباجي زي ما عملنا هنا هعمل اقف في المكان ده لغايه لما المؤشر يتغير شكله وادوس 2 كليك شمال الاقيه عمل لي العمليه الحسابيه دي. طيب تعالى كده نشوف الخصم بقى، هقول له يساوي برضو زي ما اتفقنا عشان اعمل معادله، واقول له ده مضروب في شيفت و8 برضو اهو في ده، يديني كام يا عم الحاج؟ اداني 200 جنيه. اقول له برضو اعمل لي المعادله دي على الناس كلها اللي موجوده عندي، اداني المبلغ بتاعهم اهو. طيب تعالى هنا الصف المستحق، هنا بقى اقول له عمليه ايه؟ عمليه جمع. الصف المستحق هيساوي إيه؟ الاجمالي ناقص مين ال 200 جنيه دول، يبقى بيساوي ال 4000 زائد ال 800 ناقص ال 200 كده. تمام. وادوس انتر اهو ادانا 4600. تعالى كده احسبها كده حتى بالايد من غير اكسل ولا حاجه، دول 4800 شيل منهم 200 بقى 4000 وكام و600. طيب انا عايز برضو المعادله تشتغل على الناس دي كلها، بقول له طب معلش هقف هنا لغايه لما المؤشر شكله اتغير زي ما انتم شايفين كده، وادوس 2 كليك شمال بقى عندي كشف كامل. طيب تعالى احنا قلنا المعادله دي انا قلت له عايز اجمع اجمالي الرواتب، هاجي من هنا اقف في اخر العمود ده واقول له اوتو صم اهو وانتر هيديني كام الإجمالي. طيب أنا عايز أقول له لأ معلش هات لي دول كده، أنا عايز أشوف أعلى مرتب فيهم كام، أعلى مرتب فيهم كام اللي هو الماكس أهو. قال لي أعلى مرتب فيهم ال 4000. طيب معلش برضو تاني هاجي من هنا أقول له بعد إذنك أنا عايز أعرف أقل مرتب في الناس دي مين، أقول له مينيموم أهو، هيقول لي 1500 أهو. طب هقول له طب معلش هات لي المتوسط بتاع الناس دي كلها، أبقى عارف أنا عندي معدل المتوسط بتاع المرتبات عندي كام، أقول له أدي افريج أهو، قال لي 8750. بس هو هنا دخل معايا مين الإجمالي، فأنا كده عندي غلط، بقول له لا معلش ارجع تاني. هاجي من هنا أقف عند ال 1500 اللي هو آخر مرتب وأقول له هات لي الافريج معلش أهو. قال لي الافريج بتاعك
لا كده في غلط لسبب، كان المفروض الافريج يبقى المتوسط بتاع دول. ده انا عندي 40,000 مش 4000. تمام، يبقى كده مظبوط، هو كده حسب مظبوط. طيب تعالى برضو من هنا اهو، هقول له انا عايز من هنا كام واحد موظف عندي، قال لي انت عندك 6 موظفين. طب انا كده دلوقتي عملت الكشف بتاع المرتبات، وعملت فيه ال5 أو ال6 معادلات اللي هم الاساسيين في الاكسل، اللي هو اي حد عايز يشتغل في الاكسل بيبدا يشتغل في الاساسيات دي. طب تعالى كده عايزين ننسق شكل الجدول عشان يبقى شكله حلو. عندنا طريقتين، الطريقه الاولى اللي هي ادي، هحدد الجدول كله كده اهو، زي ما اتفقنا في الاول، هاجي اقف في اول خليه واجي ادوس عند اخر خليه، بس قبل ما ادوس عليها ادوس شيفت اهو، من هنا لغايه هنا اهو، كده حدد لي مين الجدول كله. طب تعالى كده في الهوم، هلاقي انه بيقول لي اهو فورماتنج، تمام، وفورمات از تيبل اهو، تمام، جاب لي تنسيقات كتير جدا جدا. اختار كده الشكل ده واقول له طبق لي كده الجدول، طبق لي التنسيق ده ونشوف اهو. اجي اقف هنا واقف في الاخر هنا، اقول له شيفت وادوس انتر، واقول له هات التنسيق على انه تيبل جدول، واقول له بعد اذنك طبق لي التنسيق ده، بقول له انت عايز التنسيق على الجدول ده، بقول له ايوه بعد اذنك تمام. ماشي. طيب الشكل ده ما عجبنيش، بقول له اختار لي ده معلش، طب اختار لي الشكل ده، طب هات لي شكل تاني اللي هو زي ده مثلا اهو. ولو جيت انت حضرتك تعمل الكلام ده بيدوي هياخد منك وقت كبير جدا، لكن من خلال التنسيق اللي هو الاوتوماتيك بتاع الاكسل قدرنا ان احنا نشتغل على تنسيق الجدول. كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نعمل جدول، ازاي ان احنا نضيف فيه بيانات، ازاي ان احنا نخلي عندنا في التنسيق برضو ادي من هوم، عايز اخلي الكلام ده كله في السنتر في النص، بدوس هنا، وبعد ما أظلل طبعا الأول زي ما اتفقنا، أدي من أول خلية وشفت لغاية آخر خلية ظللت، أبدأ أقول له خلي الكلام كله في النص عشان يعمل تنسيق أوتوماتيك لمين للجدول. النهاردة دي مقدمة بس أساسيات للناس اللي عايزة تبدأ تتعلم على الإكسل. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هيبقى فيه معادلات جديدة في الإكسل هنتعلمها مع بعض، صدقة جارية على روح أبويا الله يرحمه ويحسن إليه. أتمنى إن أنتوا تدعوا له بالرحمة والمغفرة، وأتمنى إن حضراتكم تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تبدأ الكورسات توصلكم بشكل منتظم. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.